شايفين؟ الاستاذ ميدو نايم مأنتخ. ساعة ما يلاقيني فاتحة الكاميرا يحب يجي يتصور قوي. يلا ربنا يحفظنا ولادنا كلنا يا جماعة وينجحهم يا رب ونشوفهم احسن الناس. عاملين ايه يا ولاد بقى الايام دي في الامتحانات؟ والله الواحد مسحول. عندي ابني مطلع عيني ولا مركز ولا اي حاجة، واخد حياته كلها لعب، ربنا يهديه. بصوا كنت زهقت من العجن، عمالة اعجن اعجن ولسه الدقيق ما جاش. يلا الحمد لله هي جت بقى، ما كنتش عاملة حساب ان انا هعمل فطير وجت كده معايا، طقط في دماغي كده فجأة يعني. فيلا يا ولاد الحمد لله. كان حد سألني على الليمون اللي بيجي ورايا ده يا ولاد. الليمون ده اللي انا مخليه معاكم فوق الشهرين ونص، ان شاء الله باذن الله ان حياني ربنا هفتحه معاكم عشان اوريهولكم. كل ما تسيبيه كل ما بيبقى احسن يعني. بصوا كان الدقيق بقى جه فزودت شويه دقيق، وقمت عاجنه بقى العجينه تاني لحد ما هتظبط معايا. انا عملت معاكم الفطير قبل كده كتير. هو الكيلو بطلعه فطرتين حلو قوش. عايزه تعملي الكيلو في صينيه كبيره براحتك. ساعات كنت قبل كده عملتها وطبقت الطبقات كلها على بعض، وقمت فردها في الصاج الكبير اللي هو ال40 في 60 ده. عادي ايه يعني. قلت لهم عادي احنا مش عايزين الشكل، اهم حاجه الطعم. مربى طلعت بقى شكلها مستطيل يعني، وقطعتها مكعبات وكلناها بألف هنا وشفا. بس انا قلت اعملها فطرتين النهارده وخلاص، عشان لو كلوا واحده وسابوا واحده كده يعني، لان طبعا هياكلوا كمان قرصتين بالشاي مع الفطير. بصوا الفطير بيحتاج عجن، يعني لازم تخدمي العجينه زي ما بنقول كده، لازم تعجني كويس. يا شيخة قرفتيني، تعجني بقى وخلصي. كنت زهقت. يلا ده عجينة القرص ما خدتش وقت كده في العجن زيها بصراحة، لان القرص زي ما قلت لكم ما بتتعجنش وتتلت كده، يا دوبك بتتوهي بس الدقيق زي ما قلنا والإدام وكده. هغطيها بقى واسيبها ترتاح شوية، واطلع بقى العجوة كده اجهزها. بحب اجهز العجوة علشان القرص ما تدوخنيش يعني، ما اقعدش بقى اكور في العجوة وبعد كده ارجع اعمل قرص، فكده بتسهل عليا. على ما القرص بتخمر معايا بقوم جايه مطلعاها. دي الورقة اللي هي بتبقى لازقة عليها بحاول اشيلها بالسكينة. كان عندي حتة عجوة قديمة كمان، حتى لو تلاحظوا تلاقي لونها فاتح عنها. طلعتها وعليها بقى معلقة سمنة، ودخلتها الميكروف اللي هي تفك شوية عشان اعرف اعجنها بدل ما احطها على النار. لو ما عندكش ميكروويف حط معلقة السمنة على في طاسة والعجوة عليها وسيبها تسيح. مش تسيح يعني تسيح خالص، اللي هي تفك. بصوا قلت كمان اشغل نفسي يا ولاد، جبت عجينة الفطير لان كان الوقت اتأخر والعيال كانوا عايزين يتغدوا كده. جبت عجينة الفطير بقى كورتها وقلت اسيبها ترتاح على مبدأ في القرص. كيلو الدقيق بقطعه 8 كور متساوية، بس هما طلعوا معايا 9 علشان زودت طبعا دقيق. فالكرة الزيادة دي بقى حطيتها في فطيرة، وعملت واحدة 4 وواحدة 5. بس الحقيقة مش أنا اللي عملت الفطير في الآخر، هوريكم مين اللي عمله. اوعى يا واد يا ميدو من قدامي يا ولا، خلوهم يشوفوا يا ولا. طول ما أنا قاعدة أقول له كده اوعى يا ولا اوعى يا ولا. حاسب يا ياسين طول ما أنا قاعدة. يلا ربنا يحفظهم ويهديهم. بصوا كورته كله اهو، لازم ادهنه بقى زيت كويس علشان العجينه وشها ما يقشفش. ما تيجي بقى تفردها تلاقيها عامله حتت حتت كده من على الوش، مش هتبقى حلو. وبغطاها كويس وهسيبه يرتاح. لازم بعد ما يعني بعد ما تكوريه كده لازم تسيبيه يرتاح. كانت العجوه فكت معايا فبقلبهم بقى في بعض، وهبدأ اجهزها زي ما قلت لكم. هي بقى لان العجوه كان عندي حته غامقه والحته الفاتحه القديمه دي، فقعدت اقلب فيها كويس بمعلقه السمنه كده علشان تبقى كلها لون واحد يعني، متبقاش حته فاتحه وحته غامقه. بقيت بستسهل بصراحه وبجيب العجوه دي. كورها بقى كور على قد القرصايه، تكبري تصغر براحتك زي ما انت عايز. وجهزاها كده بتسهل عليك اول ما تيجي بقى تشكلي القرصه معاكي. ما بتاخدش وقت بصراحة بقى لما بتعمليها كده.
مين اللي جرب قبل كده يا ولاد العجوة بالبيض؟ انا بصراحة نفسي اعملها، بس خايفة اعملها وما اكلهاش لان عمري بصراحة ما دقتها. فانتوا لو حد عملها وحلوة شجعوني عشان اجربها. نفسي اعمل بيض بالعجوة كده زي ما بيعملوها. بصراحة زي ما قلت لكم عمري ما دقتها. كنت مجهزة القرص ده يا ولاد بقالي يجي شهر عايزة اعملها، وجايبة العجوة وسايباها في التلاجة، وجبت الدقيق كم مرة واستخدمه في حاجات تانية، واقول النهاردة بكرة النهاردة بكرة لحد ما اني الاوان بقى وعملتها. اهو كسل مني، نفسي ارجع نشيطة كده زي الاول. الواحد لما نفسيته بتتعب ما بيبقاش ليه نفسي يعمل حاجة. يلا الحمد لله على كل حال. في الاخر بقى زهقت. وقمت جايه مكوراها كده، قلت ابقى افردها ساعة القرصة بقى وخلاص. الاول كنا بنجيب العجوة اللي هي بتبقى بلح، ونفضل نشيل النوى وبعد كده نفرمها في الكبة. بس بصراحة بقيت بستسهل دي بقى وبجيبها. الراجل اللي انا بجيبها منه بصراحة الله يبارك له بيجيبها انضف نوع، ما شاء الله اللهم بارك عليه. العجينة بقى لقيتها خمرت معايا، قلت اعمل ايه. اما اقعد بقى اعملها الاول، وعشان طبعا لو زادت في الخمر قوي ما بتبقاش حلوه، بتيجي تسويها بتلاقيها هبطت تاني. وفي نفس الوقت ما بحبش اكشف العجينه كلها. تكشفيها لو انت مثلا كذا ايد بتعمل معاكي، انما لو انت لوحدك باخد حته كده على قد في الطبق واشكلها، وبعد كده ارجع ايه. اخد تاني علشان العجينه ما تبص مني ولا تشقق ولا كده. وابدأي بقى اظبطيها واحشي العجوه جواها زي ما انت شايفه كده. مفيش اسهل من كده. الصاج بقى اللي بعمل فيه مثلا اللي بخلصه، بقوم جايه فرداه وسايباه على جنب، فرداه يعني مبططه بقى القرصيه شويه، مش هسيبها مكببه كده. بس في الوقت ده بقى يا ولاد كنت محتاسه، والفطير كان خمر، والعيال عمالين يقولوا جعانين جعانين جعانين. فبصراحه هقول لكم دلوقتي مين اللي انقذني وعجنني الفطير. ما شاء الله والله الله يديله الصحه والعافيه. عايزه اكلمكم بقى في موضوع التسويه. الفرن بتاعي بصراحة بيدوخني قوي في تسوية القرص دي بالذات. ليه؟ لانه بيولع من تحت بس او فوق بس. فانا بتجنب الموضوع ده بقى ازاي. بشغل الفرن على درجة عالية قوي، يعني مثلا ايه انا بدأت اشكلها اهو، بقوم جاية بقى مشغلة الفرن قبلها حوالي ب10 دقايق، وبقوم جاية مدخلة بقى القرص على طول. بتبقى حلوة. بتبقى حلوة يعني بتدينا نتيجة حلوة، بس طبعا لو عملتها في الفرن الغاز احسن، بتبقى حلوة قوي بجد. بتبقى طرية خالص. انما بحس ان الفرن بتاعي بينشفها شوية، يعني بيخليها ايه، تحس ان هي محمصة شوية. فانا برضو بتجنب المشكلة دي ازاي. بطلعها في طبق، الصاج اللي يطلع سخن احطه في الطبق واقوم مغطيه الوش. فما بتعرق بقى على بعضها بتطرى. انما لو هي في فرن الغاز ما بتحتاجيش تعملي الخطوة دي، بتلمهم كده على بعض وخلاص. مش مهم تغطيها يعني او كده. وعندي الصاج اللي هو الاسمر اللي هو بتاع قولوا معايا بتاع البوتاجاز ده اللي هو بيجي مع اي بوتاجاز. سويت عليه صاج بصراحة طلع مش حلو، ما عجبنيش خالص. حاسة ان هي لهفتها من تحت، ومن فوق كانت مبيضة شوية. بص يا ولاد هنا بقى المفاجأة. ابو مهاب يا رب يبارك له في صحته ويخليه. وقفت قلت له تعالى اعمل كذا كذا، وقف بقى فرد الفطرتين. ربنا يديله الصحة يا رب. وسويتهم هما الاول، علشان طبعا العيال زي ما قلت لكم كانوا جعانين وكانوا مهتهتين. احنا نفتح بقى محل فطاطري يا ابو مهاب ونريح دماغنا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله الفطيرة طلعت تحفة تحفة، ولا ريحتها يا ولاد كانت مفهفهة كده. مهفهفة ايه. يا دي اللخبطة. شوفوا بصوا القرص اللهم بارك هشة ازاي من جواها، ولا مكتومة ولا الكلام ده. كانت طعمها تحفة تحفة بجد، بألف هنا لكل اللي كل منها. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة يا ولاد. مع السلامة.